السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اول يوم رمضان وعزومة اول يوم رمضان، يا معزومين يا عازمين اكيد اول يوم. شهر رمضان شهر الرحمة وشهر الخير وشهر البركة. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وارزقنا فيه القبول يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من المرحومين واجعلنا فيه من المقبولين واجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم أمين يا رب العالمين. نبدأ الفيديو بتاعنا. أنا كنت بفكر الأول إن أنا أعمل تحضيرات العزومة وانزلها في فيديو لوحده وانزل العزومة في يوم لوحده، بس أنا قلت هجمع الفيديو كله مع بعض وإيه وانزله مرة واحدة. أول حاجة كده طبعا عزومة رمضان لازم طبعا محاشي بقى، انتوا عارفين بقى الكلام ده. حطيت كده حوالي 4 بصلات كبار، بعدين شوحتهم من غير سمنة ولا زيت، وبعدين حطيت سمنة وزيت. بعد كده حطيت كيلو من عصير الطماطم والبهارات بتاعتك بقى الحلوة. السبع بهارات: كمون، كزبرة، بابريكا وشطة، زنجبيل بودرة، شوية من القرفة. بحطهم كده واقلبهم الاول، باخد نص الكمية احطها في الاول مع الصلصة، والنص التاني بسيبه لما الصلصة تستبك تماما علشان تفضل ريحة البهارات ظاهرة كده في الصلصة. ودي معلومة حلوة جدا. وما تنسيش تحطي قرنين فلفل اخضر حار، شطيطة حارة مع البصل وهو بيتشوح، بتدي طعم حلو جدا للمحشي. هنا كده كنت هعصج لحمة لان كنت هعمل جلاش. بصل كده زي ما انتم شايفين برضو شوحته من غير سمنة وزيت، وبعدين حطيت شوية من الزيت ونزلت باللحمة. نزلت باللحمة كده، وبعدين حطيت برضو شوية من البهارات اللي هي توم باودر، بصل باودر، حطيت بابريكا، حطيت فلفل اسمر، ورشة كده من السبع بهارات. مش هنكتر في البهارات لان البهارات بصراحة بتغير طعم الاكل للاوحش مش للاحسن. وحطيت اللحمة وما حطيتش طبعا طماطم ولا حاجة، وسبتها ايه مع نفسها 10 دقايق كده، وطفيت على اللحمة المفرومة. هنا كده كمان كنت بعمل كفتة. الكفتة بتاعتي بصوا عايزة اقول لكم خطيرة، جربوها كده وانتوا مغمضين. بس اهم حاجة كيلو اللحمة عليه ربع كيلو دهن، بيخلي اللحمة أو بيخلي الكفتة في طعم تاني وريحة تانية خالص. حطيت بصلة وسط كده للكيلو، لا بصلة كبيرة للكيلو. وبعدين حطيت طماطمايه، والمفروض كل ده بنضربه وبنصفيه كويس جدا، ومع فص توم واحد. وبعدين بنحط حزمة شوية من الكزبرة الخضراء، ونشيل العيدان طبعا، ونضرب اللحمة كويس جدا. وبنحط هيل، شوية من الهيل، رشة من جوز الطيب، ملح، فلفل اسمر، وشكرا على كده، مش بحط اي حاجة تانية. وبنقلبها طبعا نضربها كده ضربة حلوة جدا في الكبة. ما ننساش نضرب مع الشبت والكزبرة والطماطم والبصل شوية قرن فلفل برضو حار، بيدي طعم حلو قوي. البصل لازم يتضرب ناعم او تبشريه بالمبشره اليدوي، وبعدين تحطيه تصفيه ميته جدا هو والطماطم. تمام. بس كده انا عملتها معاكم بالتفاصيل اساسا قبل كده على القناه قريب جدا على فكره. حطيت طبعا للكيلو معلقه صغيره من البيكنج باودر، وطبعا لازم نعجنها كويس جدا بايدينا زي ما انتم شايفين لحد ما تحسي انها بتعمل شعيرات خفيفه كده، وبنحطها في التلاجة لحد ما تيجي تستعمليها. هنا طبعا كنت هطبخ لحمه، حطيت ميه سخنه وحطيت بصل ولوري ومستكه وحبهان وملح وفلفل اسمر وطماطم. اديت للحمه الاول بغليها في ميه بصراحه يعني، وارمي الميه بتاعتها واغسلها كويس جدا تحت الحنفيه، وبعدين بحطها في الميه اللي انا عملتها اللي هي المرقه دي. هنا كده كانت التسبيكه اتسبكت خلاص. حطيت انا عامله 5 كوبايات رز، هنحط 6 ملح، 6 معالق صغيره ملح. كوبايه الرز دي ليها معلقه ومعلقه كمان عشان الصلصه، فبقى كده حطينا معلقه 6 معالق. وما ننساش نحط منهم معلقه واحنا بنشوح البصل مع السمنه والزيت، ما ننساش دي اهم حاجه. هنا كده طبعا كنت هعمل الخشاف. حطيت كده نص لفة قمر الدين، قطعتها مكعبات، وهننزل عليها بمية سخنة جدا، وهسيبها تبوش كده مع نفسها. وممكن لو حسيتي انها ما بشتش معاكي كويس بتضربيها بالهاند بلندر او في الخلاط، وبنحط عليها بقى ايه المشمشية، بنحط عليها التين، زبيب، جوز هند اللي عندك.
والتمر طبعًا، ونحط ما نحطش سكر طبعًا ولا حاجة، والمكسرات بنحطها على الوش بعد ما تصُبّي العصير وكده، تحطي شوية مكسرات على الوش بيدّوا للعصير طعم تاني خالص بصراحة. هنا كده خلاص بقى كنت بدأت أحشي، أنا هاحشي ورق خَس، بصراحة أنا باحبه جدًا وولادي بيحبوه جدًا، فدايمًا تلاقوني باعمله كتير بصراحة. هنا حطيت في قاع الحلة بصلة وطماطماية صغيرة كده وقرن فلفل أخضر وشوية زيت وملح وفلفل. هننزل بقى يعني هاحشي المحشي بتاعي. طبعًا إحنا في اليوم ده كنا صايمين أول يوم بقى، إحنا طبعًا كنا بنصوم في رجب وشعبان، يا ربنا يتقبل مننا يا رب. بس طبعًا لمّا يبقى عندِك ولاد بقى مُتعبين، ماما أنا جعان، ماما أنا عطشان، ماما مش قادر، ماما هبطان، يعني أنا كنت باحشي وأنا باتخانق مع العيال. كل شوية مروان ابني كان أول يوم صيام ليه حبيبي بقى وكان خلصان يعني كان خلصان خالص. فمن الساعة 11:00 وإحنا قاعدين نعد للمغرب هيأذن الساعة كام؟ من الساعة 11:00 الصبح. ربنا يهديهم يا رب، فطبعًا لازم طالما عندِك أولاد لازم طبعًا إن أنتِ تهتمي بالأكل وتزوّدي وتعملي يعني تهتمي بأكلهم شوية يعني. ما تسيبيهمش كده، يعني أكلة هُم مش بياكلوها باضطر إن أنا ما باعملهاش، لكن في الأيام العادية باقول له ده اللي موجود ولازم تاكل. كده خلاص كنت باضرب التمر القمر الدين بتاعي لإنه لقيت لسه في قطع كده ما بشتش، نزلت طبعًا بالقراصية والمشمشية ولو عندِك تين مجفف، والتمر طبعًا غسلاه وحطيت شوية كده وحطيت معلقة واحدة بس من جوز الهند ومش هنحط سكر ولا حاجة. آآ ده جوز هند مش سكر، وبس كده. بعد ما باصُبّه بقى في الكاسات بنحط كده إيه شوية مكسرات طبعًا محمصاها في الميكروويف كده وطعمها كان تحفة جدًا. هنا دي طبعًا الفراخ ما صوّرتهاش وأنا باعملها، بس عايزة أقول لكم كانت ريحتها رهيبة، رهيبة، رهيبة. طبعًا الكفتة خلاص اتشمّعت في التلاجة وخلاص صبّعتها بقى. هنصبّعها مع بعض بمَيّة البصل اللي إحنا عصرناها مش هنرميها، حطيت عليها شوية ملح وفلفل أسمر وحطيت عليها شوية زيت وبس كده. هنا بقى الصينية بتاعتي بادهنها شوية زيت ونحاول إن إحنا نديها تقليبة برضو كده بعد ما تطلع من التلاجة، وبنصبعها على السيخ اللي انتوا شايفينه قدامي ده اللي هو مسن السكاكين. بصراحة حلو قوي يعني بيديني نتيجة حلوة جدا للكفتة. عايزة اقولك كمان ان انا حطيت لها معلقتين بقسماط. وانا بعجنها في الاول خالص حطيت لها معلقتين بقسماط. يبقى انا حطيت قرنين فلفل اخضر حار، تمام، وحطيت واحدة طماطم ضربتها في الكبة وبعدين صفيتها وخدت التفل بتاعها. البصلة هكذا، البصلة كبيرة لكيلو بشرتها في الكبة وبعدين صفيتها وخدت التفل بتاعها، والمية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بصبع بيها الكفتة بتاعتي. حطينا فص واحد توم وكمية كده بسيطة ما نكترش في الكزبرة الخضراء. ده كل اللي انا حطيته في الكفتة بتاعتي. عايزة اقول لكم يعني هم اكتر حاجة كمان يعني كانت عاجباهم في الاكل بصراحة الفراخ والكفتة واللحمة والمحاشي طبعا. الاكل كله كان جميل وكنت مبسوطة جدا من تعليقاتهم عن الاكل وكنت سعيدة جدا. كل التعب اللي انا تعبته في اليوم ده انا ما حسيتش بيه اول ما قالوا لي الاكل تحفه. الف هنا وشفا يا رب على اللي اكل من الاكل. ده الكفته خلاص بعد ما خلصتها، على فكره هو ده كان كيلو بس انا شلت منه حته صغيره كده يعني. هنا كده بقى خلاص ديت الجلاش بتاعي. دي لفه كامله، الصاج بتاعي كبير فانا هعمل اللفه كلها مره واحده. الصاج ده 30 في 40 تقريبا او اكتر كمان. اللحمة زي ما انتم شايفين متعصجة ريحتها تحفة جدا، مش عليها طماطم مش عليها صلصة مش عليها اي حاجة. البهارات نحط بهارات بسيطة جدا عشان طعم اللحمة يبقى حلو، ما نحسش ان احنا بناكل بهارات بطعم اللحمة. هنا طبعا بقى انا من النوع اللي انا بدهن كل بين طبقة وطبقة سمنة. هنا كده بقى هنحط اللحمة بتاعتنا. ورقة الجلاش قبل ما باعمل فيها أي حاجة أول ما باشتغل فيها باعدهم كام ورقة، مثلا لو هم 10 باعمل 5 تحت و5 فوق، لو هم 20 باعمل 10 تحت و10 فوق. هنا كده سيحت سمنة ودهنت بين الطبقات وحطيت دخلتها تتشمع كده في الفرن وبعدين طلعتها حطيت لها بيضة واحدة وكاس من الحليب وشوية فلفل وملح وقلبتهم وحطيتهم على الجلاش ودخلتها الفرن على درجة حرارة هادية جدا علشان يبقى كريسبي كده. ده شكل الكفتة والفراخ بقى. عايزة اقول لكم الفراخ كانت تحفة جدا طعمها تحفة.
حاجة كمان عايزة أقول لكم عليها في الفراخ، أهم حاجة تدّيها غلوة على البوتاجاز، غلوة واحدة بس، حطيها في الفرن على نار هادية وسيبيها مع نفسها، هتدّي طعم تحفة، ولا تحطي لي دبس رمان ولا صويا صوص ولا الكلام ده خالص. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده، أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. وده شكل بقى العصير، عملت طبعًا فراولة بالحليب، وعملت القطايف الجميلة دي هانزّلها لكم في فيديو تاني، تحفة، 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 ما فيهاش غلطة بصراحة. وده الخُشاف بتاعنا طعمه رهيب، أنا حبيته جدًا، وبألف هنا يا رب، ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم، ما حبيتش أطوّل على فكرة الفيديو كان ساعة وزيادة، بس أنا يعني قلّلته كده ل10 دقايق. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة، وفعّلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.